اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضرب في المليان. حلقة بصوا قنبلة، يعني اصغر مؤلف قانون في مصر زي ما بيقول على نفسه مرتضى منصور سلم نادي الزمالك تسليم اهالي. مش بس كده، ده هيكون سبب ان الزمالك مش هتشارك في دوري ابطال افريقيا. ازاي؟ نعمل لايك في البداية، لايك ونشير الفيديو ونشترك في القناة علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد. وبعد موضوع الاستاذ مرتضى منصور، حاجة مهمة بخصوص كهربا والكلام اللي بيتقال ان هو سبب في اصابة الخلوق اكرم توفيق. بس نبدأ بمين؟ نبدأ بأصغر مؤلف قانون، برغم ان القانون يشرع ولا يؤلف، لكن ما علينا. نبدأ ونقول أصغر مؤلف قانون خسر الحكم قصاد الأستاذ ممدوح عباس بالحجز على كل حسابات نادي الزمالك في البنوك. كان في قضية والحكم يعني النهائي وتم الحجز. يطلع يعمل ايه؟ يطلع على الهوا ويقول انا بناشد الضرايب تيجي تحجز على ارصدة نادي الزمالك. طب ليه؟ قال لك اصل انا متهرب من الضرايب. طب بس كده؟ لا، ده يبعت يعني جواب لمين؟ لوزير المالية او المنوط او المسؤول على يعني الحجز والضرايب والحاجات دي كلها. يبعت يعني جواب رسمي، جواب رسمي من نادي الزمالك بعنوان البنك وتحديد مكانه وارقام الحسابات باليورو والدولار وبالجنيه المصري. طب ايه المشكلة بين ده وبين دوري ابطال افريقيا؟ هاجي اقول لك، ما هو من شروط مشاركة اي نادي في اي بطولة افريقية لازما يستلم الرخصة، ومن شروط استخراج الرخصة انه ما يكونش مديون لاي حد، لا النادي ولا اللاعب ولا اي منظمة حكومية او مؤسسة حكومية ولا اي حاجة ولا اي حاجة. طيب دلوقتي المستشار اللي كان مسؤول عن الرخصة في اتحاد الكورة قدم استقالته، والموضوع الشهير اللي اتكلمنا فيه قبل كده. وبرغم كده اتحاد الكورة طلع له الرخصة. ازاي ما نعرفش؟ ما انتوا عارفين اللي فيها ومش عايزين نوضح. لكن خلصت على كده الموضوع؟ لا، ما خلصش. دلوقتي اللائحة بتقول ان في اي وقت يعني يكتشف ان هو متهرب او عليه فلوس او مديون، حتى لو كان بيلعب البطولة، يستبعد. دلوقتي اصلا الزمالك لسه ما بدأش البطولة، وسيادة المستشار رئيس نادي الزمالك هو اللي قدم ورقة بيقول ان انا عليا ديون وبختم الزمالك والمؤسسة حكومية. فاذا العملية اتقفلت، ويعني الزمالك مش عارف بيحط نفسه في المواقف ديت ليه. يفضل يقولك المؤامرة الكونية ويقولك الكاف متآمر علينا. طب انت عندك رئيس نادي الزمالك هو اللي لبسك، هو اللي سلمك تسليم اهالي يا سيادة المستشار. لسه باعت للاستاذ ممدوح عباس وتقول له اتعلمت الدرس وما تلعبش مع الاسد. خسرت يعني، ده انت خسرت القضيه. وكمان الزمالك مهدد. طبعا الاهلي استحاله يقدم شكوى ولا الكلام ده لان هو مش طرف، مع انه ممكن يكون طرف لان ده مجموعه ودي مجموعه تانية، لكن مش هينفع. هيقولك يعني يا اهلي انت مؤسسه عظيمه هتشتكي نادي الزمالك اللي من بلدك عشان ما يشاركش؟ لكن الناس التانية اللي في افريقيا اكيد هيشاركوا، وبالذات اللي مع الزمالك في المجموعة. وبالتالي لو ده حصل هيتم يعني عدم مشاركة نادي الزمالك في بطولة دوري ابطال افريقيا. والسبب هيكون مين بقى؟ اصغر مؤلف قانون فيك يا مصر هو اللي سلم ناديه تسليم اهالي. وبكده بدل ما انتوا عمالين قاعدين على القنوات نادي الزمالك او قناه نادي الزمالك تحديدا يعني وتقولوا ازاي الاهلي هيشارك في افريقيا وازاي هيشارك في كاس العالم للانديه، انتم لا هتشاركوا هنا ولا هتشاركوا هنا، وتفضلوا بس تلقحوا في الكلام وتتكلموا في المؤامره الكونيه. طب يعني مش كان من باب اولى قبل ما يطلع الجواب ده ويحولوا المؤسسه المنوط بيها الحجز على الضرايب كان يفكر فيها؟ ده راجل قانون، ده راجل قانون. عمال تلقح على الناس وتقول انتهى الدرس يا غبي ولا مكان للأغبياء. امال اللي احنا فيه ده اسمه ايه؟ حتى نادي الزمالك اللي بيشارك يعني احنا قلنا ربنا يسترها عليه في دوري المجموعات ونفضل ندعيله زي كل سنة وما يطلعش حصالة، ويعني قاعدين مجهزين السبحة والأسكار بنقول فرقة مصرية هتشارك في دوري أبطال أفريقيا، وبنقول يا رب يعدي بسلامة من دوري المجموعات. تمنعه خالص من المشاركة، تقدم ما يثبت ان انت عليك فلوس. طب ده بخصوص نادي الزمالك. طب اتحاد الكورة، يا اتحاد يا كورة والمسؤول عن تخريج الرخص، ايه النظام؟
عديتوها ازاي؟ ده الراجل بيناشد الدولة انها تيجي تاخد فلوسها وتيجي تاخد الضرايب المتأخرة. سيادتكم كده تتغرموا 10,000 دولار، والنادي الزمالك بيمنع من المشاركة وكمان ليه عقوبة، واحنا اللي بنعمل كده في نفسنا. طب كان يجرى ايه؟ كان يجرى ايه طالما ان في فلوس ما كانت تتسدد من زمان؟ لكن الوضع ده يعني خلاص، الكرة المصرية سمعتها رايحة في داهية، ومش أول مرة يحصل، وحصلت قبل كده واتغرمنا، وشكل الدولارات عندنا ياما. أما بقى موضوع كهرباء، في بعض الإعلاميين طالعين بيتكلموا ويقولوا إن كهرباء هو السبب في إصابة أكرم توفيق. مبدئيا ألف سلامة عليك يا أكرم، وده ابتلاء يا ابني، وده ابتلاء، وربنا يعني يقومك منها بالسلامة وتعدي المرحلة دي على خير. لكن كهربا يا جماعة ما كانش له أي علاقة بالإصابة، وبرغم كده أو كلنا عارفين إن الكلام ده كلام فيستك. طلع يعني أكرم بتويتة وقال إن كهربا ملهوش أي علاقة بالموضوع، وده ابتلاء من ربنا، والمؤمن مبتلي، والكلام ده كله. فيا ابني يعني ربنا يقومك بالسلامة. والناس الحقودة اللي دورها تعمل فتنة، شكل موضوع كهربا لسه مأثر عليهم، شكل الحرقان مالي المزلقان، والعملية ضايعة عندهم خالص. فمرهم يا جماعة، مرهم يندهن كده مرة الصبح ومرة بالليل. وطبعا ده كلام الدكاترة يعني. ما انا سألت علشان اجيب لكم يعني الحل اللي يهدي موضوع كهربا ده. كهربا بيلعبش وعامل فيكم كل ده، امال لما يلعب وعلى فكرة هيشارك قريب، لان كهربا والنادي الاهلي بعت للفيفا ومستني امتى تكون مشاركته بدون دفع الغرامة. اما بقى بخصوص يعني المحترم محمود علاء، ياما بنهزر وياما بنتريق، لكن لما بتحصل حاجة حلوة بنشيد بيها. محمود علاء وزيزو بعتوا لأكرم ويعني بيقولوا له ألف سلامة عليك، ويعني حاجة محترمة، وده اللي احنا مستنيينه دايما. وده يعني يا جماعة احنا بنتريق أوقات، بنهزر أوقات. بعد برضو محمود علاء لما عمل حاجة قبل كده وسخر من حارس مرمى اتكلمنا وهاجمنا، لكن لما يحصل حاجة حلوة لازم نقول. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، وبطلب من حضراتكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان دايما يوصل لكم حلقاتنا من برنامجكم ضرب في المليان. تحياتي لحضراتكم.